ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده الممبار الجميل، هنعمل الفيديو ده لعشاق الممبار وهنسويه بطريقتين. الطريقتين احسن من بعض وهقول لكم رايي على الطريقتين. شايفين الممبار نضفته بطريقه جميله جدا جدا وغسلته كويس قوي بخل وليمون وملح. شايفين قد ايه جميل. وهسيب لكم برضو طريقه تنظيف الممبار في التعليق المثبت. عندي هنا يا حبايبي الرز. انتوا عارفين طبعا كل كيلو ممبار بياخد حوالي 3 أو 4 كوبايات رز على حسب حجم الممبار. وعندي الطماطم بشرتها والبصل برضو بشرته بالشكل ده. وعندي الخضرة، وعندي كمان يا حبايبي فلفل اخضر قطعته صغير زي ما انتوا شايفين. نيجي بقى للبهارات. عندي هنا معلقة صغيرة بابريكا، وعندي كمان السبع بهارات، وعندي التتبيلة دي. البهارات دي جميلة جدا جدا، عبارة عن روزماري وحبهان وكاري وملح صيني. وعندي هنا يا حبايبي ملح ابيض، وعندي فلفل اسمر، وعندي كمان جنزبيل. بهارات بجد جميلة جدا هتخلي الممبار بتاعنا تحفة. وعندي هنا الصلصة، هاخد منها معلقتين كبار. اول حاجة يا حبايبي هضيفها للرز البصل. هحط كل المكونات بتاعتنا الجميلة دي على بعضها، وهحط الخضرة بالشكل ده، وهبدأ اضيف الفلفل الاخضر، وهضيف الطماطم المبشورة. طبعا انا بشرتها كويس، ولو فيها اي قشر او اي حاجة شلت القشور بتاعتها. وهبدأ اضيف التوابل الجميلة بتاعتنا، وهضيف زيت طبعا على حسب الرغبة. المادة الدهنية على حسب رغبتك، ممكن تضيفي سمنة وتضيفي زيت على حسب الرغبة، بس انا بضيف زيت عشان بيخلي الرز مفلفل وجميل. هحط دلوقتي يا حبايبي معلقتين كبار من الصلصة، وهبدأ اقلب كل الخلطة بتاعتنا الجميلة دي مع بعضها كويس قوي. بجد مش عارفة اوصف لكم ريحتها جميلة جدا جدا جدا. مجموعة البهارات اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي عبارة عن الكاري والملح الصيني والروزماري والزعتر والحبهان المطحون. التوابل دي جميلة جدا جدا، ودي توابل جميلة للشوي. يعني لو حابة تشوي اي حاجة اعملي مجموعة التوابل دي، برضو هتبقى جميلة جدا جدا مع المشويات. دلوقتي يا حبايبي هبدأ احط الرز والخلطة الجميلة بتاعتنا في الممبار بالطريقة العادية بتاعتنا. طبعا انا عملته قبل كده برضو بجزء من الازازة بتاعت الحاجة الساقعة البلاستيك. طبعا قطعت الحتة اللي هي الفوقانية، قطعتها بالمقص بتاعت الازازة بتاعت الحاجة الساقعة، وبحشي بيها. او ممكن كمان الطريقة ديت بحشي بايديا كده بالشكل ده. الطريقة اللي تعجبك واللي تحبيها اعملي بيها. وطبعا انا عملت معاكم طرق قبل كده للممبار كلها جميلة جدا. زي ما انتم شايفين يا حبايبي مش بملاه قوي قوي، بسيب الاطراف برضو مش مليانة، بسيبها فاضية بالشكل ده عشان الرز بيزيد معانا. وببدأ اشيل من عليه من بره الرز او اي حاجة هتنشي معانا او هتطلع لي النتيجة مش مظبوطة. هبدأ اعمل معاكم واحدة كمان. زي ما قلت لكم يا حبايبي هنعمله بطريقتين، هنسويه في القعد وهنسوي جزء منه في الكيس الحراري. طبعا الناس حبايبي طلبوا مني طريقة التسوية في الكيس الحراري، وبتطلع حلوة ولا ايه؟ طبعا هقول لكم في اخر الفيديو على رأيي ورأي ولادي في تسوية الممبار في الكيس الحراري. انا عملتهم لكم بالطريقتين دول عشان يبقى كله قدامكم عملي، وتشوفوا معايا الطريقة الجميلة لتسوية الممبار. اهو يا حبايبي هكمل بقية الكمية وهرجع لكم تاني. كده يا حبايبي انا خلصت كمية الرز اللي عندي وعملت الممبار كله بالشكل ده جميل جدا جدا. هبدأ دلوقتي اسويه. هكون حاطه قاعدة على البوتاجاز في حلة فيها شوية مية، وهبدأ احط فيها البهارات، وبرضو هحط جزء منه في الكيس الحراري، وهنشوف مع بعض طريقة
التسوية في الكيس الحراري وفي القعد. تمام. عندي هنا يا حبايبي الكيس الحراري اللي انا بستعمله ده نوع كويس قوي، وفي 3 اكياس جوه، حجمهم كويس قوي مش صغيرين، بيسوي الحاجة بسرعة وبيكتم البخار، بيدي طعم جميل جدا جدا للأكلات. دلوقتي يا حبايبي هبدأ أقول معاكم التوابل اللي هحطها على القعد بتاع الممبار. عندي أول حاجة ورق لورا، وطبعا عندي التتبيلة اللي أنا قلتلكوا عليها، الملح الصيني والزعتر والكاري، جميلة جدا. وعندي هنا ال7 بهارات، وعندي حبهان، ومعايا كمان فلفل أسمر، وعندي الجنزبيل والملح زي ما انتم شايفين يا حبايبي، وده الجنزبيل. هحط البهارات بتاعتنا الجميلة دي على المية. اول ما تبدأ تغلي كده بالشكل ده هحط عليها البهارات، وهبدأ انزل بالممبار واحدة واحدة. طبعا اول ما بتحط الممبار الاطراف بتاعته بتقفل، ما تقلقيش خالص. هسيبه يستوي بقى على نار هادية كده، وهنشوف دلوقتي مع بعض ازاي بنحط الممبار في الكيس الحراري وطريقة تسويته. زي ما انتم شايفين يا حبايبي هغطي عليه وهسيبه على نار هادية خالص عشان ما يطقش مني. وهنا انا مجهزة الصينية اللي هحط عليها الكيس الحراري اللي هسوي فيه بقية كمية الممبار. اهو يا حبايبي نوع كويس قوي، وزي ما قلت لكم فيه جوه في العلبة ديت 3 اكياس. هناخد واحد منهم وهنبدأ نشتغل بيه بالشكل ده. هبدأ احط الممبار بتاعنا في الكيس الحراري كده يا حبايبي. انا حطيت كل الكمية اللي عندي في الكيس. هبدأ اربط الكيس كويس قوي، واهم خطوة يا حبايبي عشان ربنا يحفظكم من كل شر ان انت تعملي فتحة بالسكينة في الكيس الحراري عشان مع التسوية ومع البخار طبعا ما يعملش اي مشكلة عندك. الله لا يقدر، لازم تعملي فتحة في الكيس عشان ربنا يحفظكم من كل شر. عندي هنا يا حبايبي شكل الممبار اللي حطيته في القعدة على النار استوى كويس قوي زي ما انتم شايفين، جميل جدا جدا، وريحة التوابل بتاعته بجد تحفة. عايزة اقول لكم حاجة كده خيال. هبدأ دلوقتي احمره في الزيت. طبعا لو عليه رز من بره او اي حاجة بتشيليها قبل ما تحطيها في الزيت عشان ما يطرطش ويعمل يعني يلسعك او اي حاجة، الله لا يقدر. هسيبه يتحمر وهنشوف دلوقتي الممبار اللي في الكيس الحراري استوى وجميل جدا جدا زي ما انتم شايفين، وبجد لونه تحفة. مش بيحتاج ان هو يتحمر خالص، ومش بيبقى شارب زيت، زي ما انتم شايفين بيبقى زي المشوي بالظبط. اهو يا حبايبي هحطه في طبق التقديم. شايفين لونه قد ايه جميل، بجد تحفة. وده الممبار اللي بيتحمر برضو هحطه في طبق التقديم وهنشوفه مع بعض. شايفين الجمال، جميل جدا جدا. ده الممبار اللي في الكيس الحراري. هقول لكم دلوقتي على الفرق ما بينهم. الممبار اللي في الكيس الحراري طبعا بيبقى مفلفل من جوه قوي، بيبقى زي المشوي كده وطعمه بجد تحفة، لان الكيس الحراري بيكتم البخار فيه وبيديله طعم جميل. وكمان التتبيلة اللي احنا حطيناها بتاعت الروزماري
والكاري والزعتر والحبهان دي تتبيلة المشويات، فمدياله ريحة في منتهى الجمال. وطبعا هقول لكم كمان على رأيي ورأي ولادي. طبعا هم يعني متعودين على الممبار اللي هو بيتحمر في الزيت، فهو بصراحة ابني يعني قال لي الممبار اللي متحمر في الزيت احسن من الممبار التاني. زي ما قلت لكم يا حبايبي، اللي مستوي في الكيس الحراري بيبقى ناشف شوية وفيه ندغة، بس طعم جدا وجميل. واللي بيستوي في القعد بيبقى طري وجميل جدا وعجب ولادي. وطبعا الطريقتين حلوين، الطريقة اللي تعجبك بيها يعني امشي بيها واعمليها. وده فيديو النهاردة، اتمنى ينول اعجابكم. اترككم في رعاية الله وامنه، بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.